السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين في قناة الدكتور. النهاردة إن شاء الله حبيت أكلمكم عن موضوع مهم جدا ناس كتير سألتني عليه. في ناس طبعا كتير بتشتكي من حاجة اسمها دوخة ودوار، يكون الواحد قاعد ولا حاجة أو نايم على السرير ويجي يقوم مرة واحدة يحس إن الأوضة بتلف بيه أو بتتحرك بيه، وتلاقي نفسه غمى عليه وعاوز يرجع بعدها. طبعا دي شكوى بتيجي من ناس كتير جدا، فالشكوى ديت أكيد ليها أسباب. اسبابها ايه؟ دلوقتي لازم نشوف اذا كان المريض دوت كبير في السن او المريض دوت صاحب امراض مزمنه، يعني مريض سكر، مريض ضغط، مريض كبد، مريض كلى، او المريض دوت عنده اي مشكله ثانيه، مدخن بزياده ولا حاجه، او المريض دوت من المرضى اللي بياكلوا وجبات سريعه او بيكتروا في الدهون. اول حاجه نسال المريض دوت الدوخه دي مستمره معاه وبدات معاه من امتى وبتزيد ازاي وبتقل ازاي، وايه الحاجات الاعراض اللي بتبقى مصاحبه معاها. المريض دوت هل الدوخه ديت بتزيد مع الحركه او بتزيد لما يجي يحرك راسه يمين او شمال، والدوخه دي تكون مصاحبه بترجيع ولا لا؟ والدوخه ديت هل معاها دوخه او وش في ودانه بيحس بوش او صوت صفاره في ودانه ولا لا؟ طبعا الدوخه ديت سببها ان الدم ما بيوصلش كويس لحاجه اسمها مركز الاتزان اللي موجود في الاذن الوسطى، بيعمل لنا حاجه اسمها دوار حركي. طيب مركز الاتزان دوت الدوره الدمويه بتاعته لما تضعف شويه سواء مع سن كبير او امراض مزمنه ضغط وسكر كبد كلى، فبيعمل حاجه اسمها دوار حركي، المريض ما بيعرفش يتحكم في راسه، بيحس ان الاوضه كلها بتلف بيه والسقف متشقلب بيه. طبعا اهم حاجه ان نعالج الحاجه الاوليه المرض اللي موجود، يعني لو السكر مش متظبط نظبط السكر بتاعه، لو الضغط عالي نديله حاجه تظبط الضغط بتاعه او نغير العلاج اللي ماشي عليه، لو وظائف الكلى عاليه ولا حاجه والمريض ده ما بيغسلش نحاول نظبط وظائف الكلى، لو المريض ده ما بيشربش سوائل كتير ننصحه ان هو يشرب سوائل كتير، ونديله طبعا حاجه بتزود دمه اللي بيوصل للاذن الوسطى زي المعروف في السوق زي حاجه اسمها البيتا سيرك او الفير سيرك باختلاف تركيزاته. وطبعا احنا بنعمل شويه تحاليل سواء صوره دم كامله او بنعمل تحليل سكر عشوائي وسكر تراكمي، بنعمل برضه تحليل دهون في الدم كوليسترول والدهون الثلاثيه، والمريض دوت لو من اصحاب الامراض القلب المزمنه برضه بنحاول نظبط عضله القلب ونديله حاجه منشطه لعضله القلب شويه. اتمنى تكون فدتكم النهارده في الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله هقابلكم تانية في حلقات جايه كتير من حلقات الدكتور مع الدكتور خليفه مختار خليفه اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. واتمنى ان شاء الله تكتبوا لنا في التعليقات عن اي مواضيع تانية عاوزين نتكلم فيها، وشكرا ليكم.